فادعوا لابني دعوة مستجابة، واللي يقدر يساعدني في ابني يبقى له منا كل جزيل الشكر، شكر من الله. انتوا عارفين ان في شباب بيدفعوا تحويشة عمرهم علشان يشتروا تذكرة لموتهم؟ رحلة ليبيا ما بقتش محطة للسفر، ده بقت مغامرة بالروح. وقصة السيد ممدوح هي الدليل المر اللي لازم كل بيت في مصر يسمعها قبل فوات الأوان. أهلا بيكم. أنا مش جاي أقول لكم كلام إنشا وخلاص، أنا جاي أفتح معاكم بيزنس الموت. الهجرة غير شرعية ما بقتش شاب عايز يسافر وخلاص، دي تجارة عالمية بمليارات الدولارات، وقودها هي أحلام الشباب وتمنها هي حياتهم. هنعرف ليه النهارده الطريق ده سكة اللي يروح ما بيرجعش، وليه المحطة اللي اسمها ليبيا بقت ثقب أسود بيبلع أولادنا. خلينا نتكلم بالأرقام والحقائق اللي السماسرة بيخبوها عنكم. السمسار مش شايفك بني آدم، ده شايفك رأس مال. في ليبيا الشباب بيتحولوا لسلعة بتتباع وتشتري بين العصابات في المخازن. تعرف إن في شباب بيقعدوا بالست شهور محبوسين في مخازن تحت الأرض في مناطق زي زوارة أو سبراتا ما بيشوفوش الشمس، والهدف هو الضغط على أهاليهم لدفع مبالغ إضافية تحت التهديد. السمسار بيقولك مركب سياحي، بس في الحقيقة هو زودياك أو مركب صيد متهالي. المركب ده مصمم إن هو يشيل 20 فرد بيحملوا فيه 120، وده معناه إن المركب غرقان فعليا قبل ما يتحرك من على الشط. لازم تعرف إن القوانين في أوروبا اتغيرت. زمان كان في إنقاذ، دلوقتي في إعادة قيصرية. يعني حتى لو نجيت من الأمواج، خفر السواحل بيرجعوك لنقطة الصفر في ليبيا وتدخل في دوامة السجون هناك. يعني خسارة فلوسك وعرضت حياتك للخطر ورجعت لنقطة الصفر مديون ومكسور. عشان تعرفوا إن الكلام ده مش بعيد عننا، خلونا نشوف حالة من قلب بلدنا. السيد ممدوح حسين ابن محافظة الشرقية. السيد من يوم 18 ديسمبر انقطعت اتصالاته تماما. تعرفوا يعني ايه انقطعت اتصالاته في ليبيا؟ يعني احتمال من الثلاثة: يا اما المركب في عرض البحر وتاهت، يا اما في مخزن من مخازن السماسرة والتليفون اتسحب منه عشان يضغطوا على اهله، يا اما اتقبض عليه وهو في طريقه للمركب واترمى في سجون الهجرة ومحدش يعرف عنه حاجة. يوم أنا بنطلب الدعاء، سواء السيد غلط في مشيه أو أي حد غلط في مساعدة السيد لسفره بطريقة غير شرعية، ده شيء مخالف. أنا كنت بناشد وبناهد على المخالفات الغير شرعية، ولكن ربنا أصابني بهذه المصيبة. ولكن نتأمل من الله أن السفارة المصرية أو وزير الخارجية المصري مشكورا يشوف لنا أولادنا دي طلعت إزاي، موجودة في السجون، ماتت، راحت مطرح ما راحت. إحنا راضيين بقضاء الله وقدره، إحنا لا بننام لا ليل ولا نهار، بقالنا أكتر من 70 يوم لغاية اللحظة دي. فادعوا لابني دعوة مستجابة، واللي يقدر يساعدني في ابني يبقى له منا كل جزيل الشكر، شكر من الله. أنا عدمت الحيلة، أنا في بيت في جنازة. شايفين وجع والده المعلم ممدوح ابو هلال؟ الراجل مش عايز المستحيل، هو بيناشد الخارجية المصرية والليبية عشان بس يعرف ابنه فين. الوجع هنا مش الفقد، الوجع هنا في المجهول. هو مش عارف ابنه فين. السمسار بيلعب على عقدة النقص والحلم السريع، بيوهمك ان اول ما رجلك توصل ايطاليا الفلوس هتمطر علينا. والحقيقة ان الشباب اللي بيوصلوا بيعيشوا مشردين في الشوارع او بيشتغلوا في اعمال شاقة بالمليم وبيهربوا من البوليس كل يوم. تمن البرستيج قدام الجيران في البلد بيكون غالي جدا، وبيكون تمنه الروح. في النهاية السفر مش عيب والطموح حق مشروع، بس السفر كرامة مش ذل. ما تخليش حد يتاجر بيه. وبنكرر ندائنا لأي حد يوصل لأي معلومة عن السيد ممدوح، هو من فؤوس الشرقية، ساعدوا أبوه عشان يقدر يبرد ناره. بنقول لكل شاب بلدك محتاجاك تعافر فيها، وأهلك محتاجين وجودك. ما تبقاش مجرد رقم في إحصائية غرق في البحر المتوسط. يا رب رجع كل غايب لأهله، وحافظوا على نفسكم علشان في قلوب بتتحرق عليكم.